تخيل تضحي بحياتك وتدوز 17 عام ديال الحبس على قبل خوك، وفي الاخر تكتشف انه هو اللي خلص مجرم في الحبس باش ينوض يصفيها ليك وياخذ لك رزقك ومرتك. القصه ديال اليوم على قاسم ويحيى، اغرب واحقر قصه ديال الخيانه اللي يقدر يديرها اخ في خوه على قبل الفلوس ديال الحرام. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ القصه اللي جبت لكم اليوم ماشي قصه عاديه وصافي، هي بحال شي مسلسل فيه احداث صادمه وغرابين بزاف. قبل ما نبداو شجعوني بواحد لايك وبواحد تعليق زوين، وعلاش لا الا بغيتو دائما يوصلكم الجديد ديال كاع القصص فتابوناو وفعلوا الجرس. وبلا ما نطول عليكم اجيو تسمعوا معايا الحكايه. البديه كتبدا مع واحد الشاب سميتو قاسم، وفي العمر ديالو 23 عام. قاسم تعين في واحد الشركه ديال الادويه وكان عندهم فرع في تركيا. هنا انتقل لتركيا وبدا الخدمه ديالو كموزع ديال الادويه. الخدمه ديالو هي انه يدور على العيادات وعلى المخازن ويعطيهم الدوايات، والخدمه ديالو كانت فيها تماره والصلاح كان عيان، ولكن واخا هكاك قدر يبني علاقات ومعارف مع الوقت. في واحد النهار تعرف على واحد الشاب تركي سميتو نور الدين، ومع الوقت طورات العلاقه بيناتهم ولاو عشران كيتلاقاو وكيتعاودوا على كل شيء. قاسم عاود لنور الدين على حياته كامله وقال ليه انا هنايا متغرب وما عندي حتى واحد من غير خويا يحيى اللي في عمره 20 عام وراه ما خدامش، والوالده راه كبرات في العمر، اما الوالد فالله يرحمه، وراني ما بغيتش نجيب خويا يخدم معايا في هاد التماره الكحله، خصوصا ان الصالح راه ضعيف بزاف. نور الدين شاف فيه وقال ليه ايوا صاحبي تالي غادي تعيش بحال هكا؟ واش باغي حياتك كامله تبقى دوزها خدام غير مندوب وكتوزع الادويه؟ راه عمرك ما غادي تطور وعمرك ما غادي تطفروا في هاد الخدمه، فاذا كنتي عوال انك دير لاباس وتغنى بهاد الخدمه فغير حيد هادشي من بالك. قاسم هنا جاوبو قال ليه ايه صاحبي راني عارف، راني يلاه كنت قاتل باش نخلص الكرا والمعيشه وكيبقى ليا شويه لله كنصيفطو للدار. هنا نور الدين قال ليه شوف، هاد التماره اللي كتقاتل عليها 24 ساعه على 24، هالي كلينيك هال الزناقي من الصباح حتى الليل، والصالح حتى هو عيان. كون درتيها في واحد الدومين اخر بحال انك تبيع السكر كلاصي كون راك في بلاصه اخرى. قاسم هنا تخلع وقال ليه اشنو كتقول صاحبي، الله يبعد علينا ديك الطريق. نور الدين هنا جاوبو قال ليه شوف عشيري، نهار واحد في السكر كلاصي فرك غادي تدخل صالح ديال عام كامل، والخدمه راها سهله مهله، تجار راهم موجودين ومحتاجين غير اللي يوزع عليهم، وانت تبارك الله عليك عندك الخبره وعندك الطوموبيل وكتعرف البلايص، وزيد عليها خدمتك في الادويه غادا تكون بحال الغطاء اللي مزيان وتدرك بيه على هذا الشيء. وحتى البوليس الا شافوك كتحرك بالطوموبيل وفيها الدوايات حتى واحد ما غادي يشك فيك وانت راك كتبيع السكر كلاصي في الخفاء. قاسم بدا كيفكر، قال مع راسو المعيشه صعيبه والمصاريف كثيره وما كاينش اللي كيعاونني. هنا جاوبو وقال ليه صافي ما كاينش مشكل، انا ما عندي حتى مانع، ودابا بغيتك توريني كيفاش نديرو ليها. نور الدين دا قاسم عند واحد التاجر، هاد التاجر قال لقاسم هاد الخدمه راك تحتاج واحد اللي قلبه قاصح ويكون امين ويكتم السر، وحتى الا مشاو شدوه البوليس فما يخرج حتى سميه. قاسم وافق وبدا الخدمه. النهار الاولاني كان خاصو يوصل الامانه لبلاصه بعيده، وهذا الشيء اللي دار. التاجر هنا شاف باللي قاسم راجل ويمكن الواحد يعول عليه، فهنا بدا كيعطيه كميات كبارين. الفلوس ديال الحرام بدات كتدفق على قاسم، طار بالفرحه، الفلوس داخله والطمع كيزيد مع الفلوس. قاسم بدا كيكبر الشبكه ديالو، ياخذ من التاجر ويوزع الموزعين والكليان، وهنا استغل الخدمه ديالو انه كيبيع الدوايات بذكاء، وقدر انه يتعرف على تجار كبارين وعرف انواع ديال السكر كلاصي كاملين والمصادر ديالهم، وبدا كيخدم من حسابه الشخصي، وبدا كيجمع فلوس صحاحين لدرجه ولا كيشري الذهب والطوموبيلات والديوره والفيلات باش حتى الا مشى طاح ما يصادروش ليه كلشي. من بعد عامين توفات الوالده ديالو وبقى خوه يحيى بوحدو وما كانش خدام. قاسم هنا ناض صون على يحيى وقال ليه شوف اخويا اجي لتركيا، راني لقيت ليك واحد الخدمه فيها واحد الصالح واعر وراه غادي تعجبك. يحيى عند بالو الخدمه في الشركه ديال الدوايات. فاش وصل يحيى لتركيا صدموا قاسم بالحقيقه، قال ليه راه الخدمه ديال الدوايات غير غطا وصافي، انا راه خدام في السكر كلاصي والفلوس راه تبارك الله موجوده والخير راه كتير. يحيى هنا تخلع وقال ليه شوف اخويا قاسم غير خرجني من هاد المعمعه، هاد الشيء راه فيه الحبس وفيه الاعدام وانا خايف.
قاسم قال ليه شوف صاحبي، انت ما غادي تبيع ما غادي تشري الا بامر من عندي، والا وقعت شي حاجه كتم السر، وراني حاط الفلوس وراس المال عند فلان وفلان وفي البلاصه الفلانيه. وبقى كينعت ليه وكيعلموا الاسرار والاملاك ديالو كاملين. بدا يحيى كيمشي مع قاسم في كل بلاصه، واخا يحيى قلبه كان هشيش وماشي زعيم بحال قاسم، ولكن بدا كيتعلم. في واحد النهار جات اخباريه عند البوليس باللي قاسم راه كيبيع الممنوعات، وداروا ليه واحد الكمين. وهنا فاش وصل قاسم بالطوموبيل ومعاه خوه يحيى وسلم السلعه لداك المخبر ديال البوليس، هنا حس باللي كاينه شي حاجه ما هياش. قال لخوه ركب بالزربه وطار بالطوموبيل. وهنا بدات المطارده بينه وبين البوليس. قاسم عرف باللي المصير ديالو هو الحبس، ولكن بغى يكسب الوقت باش يتفق مع خوه يحيى. قال له يحيى اسمعني مزيان، انت غادي تنكر اي معرفه بالسكر كلاصي، قول لهم انا ما عارف والو وجاي غير عند خويا اللي خدام في الدوايات. انا غادي نهز القضيه كامله بوحدي وانت غادي تخرج منها، واش فهمتيني ولا لا؟ واكد عليه باللي واخا يقتلوك بالضرب فما تعترفش. وشويه قاسم وقف الطوموبيل وخاف انهم ينوضوا يطيروا فيه، فناض سلم راسه. البوليس هنا فتشوا الطوموبيل ولقاو فيها الدوايات وشي اوراق اللي كانوا رسميين، ولكن مع التفتيش لقاو باللي عنده كميه كبيره ديال السكر كلاصي وديال الفلوس. في التحقيق يحيى طبق الاتفاق، قال لهم انا يلا جيت من تركيا وانا عاد جديد، ويسحب ليا خويا خدام في الدوايات، وحتى انا راني بحالكم، راني تصدمت فاش هرب وراه انا اللي طلبت منه يوقف. قاسم اعترف وقال لهم خويا ما عارف والو وانا اللي خدام من تحت لتحت. بالرغم من الشكوك ديال البوليس فما كانش دليل اللي يثبت ان يحيى مع قاسم، فهنا تم الافراج على يحيى وتحكم على قاسم ب 12 عام ديال الحبس. يحيى بمجرد ما طلق بدا كينفذ الخطه وبدا كيجمع الثروه اللي عاود ليه عليها قاسم. بدا كيرجع عند التجار واحد بواحد وكياخذ فلوسه، وباع الطوموبيلات كاملين وباع الديوره والفيلات وجمع كاع دوك الفلوس. ولكن قبل ما يسافر يحيى طمع وحقد واحد الحقده اللي كانت غريبه. يحيى ناض كيسول على واحد المجرم اللي خاطر في السجن المركزي اللي فيه خوه، اتصل بواحد من المعارف وقال ليه شوف بغيت شي حد في داك الحبس فلان فلاني يكون عنده السلطه ويكون مصحاب العصابات. هنا نعتوا ليه على واحد السيد اللي سميتو كوردي. هاد السيد كان من صحاب العصابات وكان مسجون باحكام ثقيله وكل شيء كيخاف منه. يحيى مشى عند خو الكردي وقال ليه بغيت خوك يدير لي واحد الخدمه في الحبس. الراجل يسحاب ليه غادي يقول ليه بغى يحمي ليه خوه قاسم وصافي، ولكن يحيى قال ليه بكل دم بارد انا بغيت خوك يصفيها القاسم في الحبس. خو الكردي صدم وقال لي كيفاش نصفيها لخوك؟ يحيى قال لي كيف سمعتي، بغيتك تصفيها لخويا وراني غادي نخلصك. وهنا اتفقوا على انه يعطيه 30 مليون. توصلت الاوامر للكردي اللي كان في الحبس، والكردي بدا كيراقب قاسم اللي كان مسكين منهار ومصدوم من الحكم ديال 12 عام. في واحد النهار وفي الاستراحه ديال المساجين دخل الكردي على قاسم وكان هاز في يده واحد الحديده اللي كانت مبروده بحال الموس. وهنا بدا كيطعن في قاسم، وقاسم كان كيحاول يدافع على راسو، ولكن الكردي ضرب واحد الضربه اللي كانت خايبه وبدات ليه من فوق الحاجب وداست على النيف وعلى العين وحتى الفم ديالو. وجاه قاسم تسلخ، ومع الصدمه ديال قاسم قدر انه يقلب الكردي للارض وبدا كيضرب فيه بالجهد حتى غيب الكردي وتهرسوا ليه ضلوعته كاملين. هنا دخلوا حراس ديال السجن ونقلوا قاسم للمستشفى. نجا قاسم من الموت وعينيه سلكوا، ولكن الوجه ديالو كامل تشوه. في التحقيق الكردي اضطر انه يعترف وقال لهم راه واحد الشاب هو اللي خلصني باش نصفيها القاسم، ولكن راني ما عارفش شنو سميتو. قاسم ما شكش اصلا في خوه، وباش يبعدوا المشاكل فرقوا قاسم الكردي وزادوا لكل واحد 5 سنين ديال الحبس. يعني قاسم ولا خاصو يدوز 17 عام في السجن. وهنا عاش قاسم الجحيم مع اصحاب الكردي في السجن. يحيى رجع لدمشق بالفلوس الكثيره واستغل الغياب ديال خوه وبدا كيشري في الاراضي والفيلات والعمارات ورجع من الاثرياء. زيد عليها تزوج بخوله بنت عمهم اللي كانت الخطيبه ديال قاسم في الاصل. قال ليها والعائله قاسم راه طلع تاجر ديال السكر كلاصي وراه محكوم ب 17 عام. هنا تزوجها وجاب منها 2 ديال الاولاد، جابر واسحاق. جابر كبر وقرا وكان متفوق، وهنا صيفطو بفلوس الحرام يكمل قرايته في اوروبا. تماكين تعرف على امريكانيه من اصل لبناني وتزوجها
ومن بعد جاب الجنسيه الامريكانيه، ومره كان كيجي يزور باه. اما اسحاق فكان ولد فاشل ضايع مقابل غير الشطيح والنشاط والفساد. وفي عام 2020 ومع ديك الجائحه اللي طرات صاب يحيى ومرته خوله بالمرض وحطهم في الحجر الصحي في المستشفى، وكانت حالتهم حرجه لدرجه ان يحيى حس باللي النهايه ديالو قربت والضمير ديالو صحى في اخر لحظه. هنا استدعى نسيبو صلاح اللي هو خو خوله وقال ليه من ورا الزاج: شوف صلاح، انا حس براسي غادي نموت وغادي نبغيك تكتب هاد الوصيه. املاك ديالي كامله هي بالنص بيني وبين خويا قاسم، انا راني شفرتو وملي كان في الحبس في تركيا 1992 راني خلصت 30 مليون الكردي باش ينوض يصفيها ليه. فعافاك قلب على قاسم وقول ليه يسمح ليا. صلاح تصدم بهادشي اللي كيقول ليه يحيى. صلاح رجع للدار وعاود القصه لمرته والولد انس. اسحاق وجابر عرفوا بالوصيه اللي كتبها باهم عند صلاح، وهنا كانوا غاديين يتسطعوا. جابر جا كيجري من الامريكان وقال خاصنا ضروري نمنعوا صلاح ونحبسوا هاد الوصيه. جابر واسحاق جابوا واحد المساعد ديال الطبيب اللي سميتو يوسف ورشاو المسؤولين وخرجوا باهم يحيى وامهم خوله من المستشفى وداوهم للدار بحجه انهم غاديين يتهلاو فيهم في الدار. وفي نفس الليله يوسف اللي هو المساعد ديال الطبيب حقن يحيى وخوله بواحد البرا اللي كانت قاتله وماتوا مجوجهم ودفنوهم بلا ما يشك حتى واحد. صلاح نسيبهم فاش ساق الخبر قال لولاد يحيى غدا غادي يمشي يقلب على قاسم وغادي نعطيه حقه. جابر واسحاق ويوسف حتى هو اتفقوا باش يصفيوها لصلاح. هذيك الليله دخلوا عليه هو ناعس وخنقوه حتى مات، وباش يغطيو على الجريمه وما تبانش انها خنق قطعوا ليه الكليه ديالو والاعضاء ديالو كاملين وطلاوه بالزيت ديال الطوموبيلات باش تعفن الجثه وسدوا عليه ولاحوه في الصخور في واحد الواد باش حتى الى لقاوه يبان بحال ضحيه ديال عصابات تجاره الاعضاء. جابر هرب الامريكان بالفلوس اللي عنده واستقر تماك، واسحاق بقى في سوريا كيعطي الفلوس وكيرشي في يوسف اللي هو المساعد باش يسكت وما يفضحوش. انس اللي هو ولد صلاح بدا كيسول على بوه اللي غبر وشك في الموضوع وبدا كيقلب على قاسم على حسب الهضره ديال بوه قبل ما يغبر. من بعد بحث طويل انس لقى قاسم في دمشق، لقاه راجل كبير وشكل ديالو مشوه ومكرفس. وانس هنايا حكى لقاسم كل شيء، قال ليه راه با صلاح كان كيقلب عليك وراه يحيى اعترف بكل شيء وباللي شفرك واستغلك وباللي هو اللي صيفط الكردي باش يصفيها ليك في الحبس. قاسم تصدم وبكى وتفكر كيفاش ضحى بعمره على قبل خوه الخائن. قاسم وانس مشاو للفيلا ديال يحيى لقاو فيها يوسف اللي هو المساعد ديال الطبيب كان ساكن فيها، واسحاق عايش في الاوتيلات وفي الفساد. قاسم بفضل الخبره ديالو القديمه في العصابات كرا شي مجرمين وخطفوا اسحاق ويوسف وداروا ليهم العذاب الاليم وسلخوهم حتى اعترفوا بكل شيء. قالوا ليه حنا صفيناها ليحيى وخوله بالبرا وصفيناها لصلاح وشفرنا الكليه ديالو ورميناه في الواد والوصيه راه قطعناها. قاسم بلغ البوليس وسلمهم اسحاق ويوسف. في التحقيق اعترفوا بكل شيء وفي المحكمه حكمت عليهم بالاعدام على اسحاق ويوسف وحكم غيابي على جابر اللي في ميريكان. استرجع قاسم الاملاك والاراضي اللي بقاو في سوريا، ولكن من بعد اشنو؟ من بعد ما دار عمره في الحبس وتشوه وجهه ومات الاسره ديالو في قصه ديال الغدر والفلوس ديال الحرام. وهادشي اللي كان في القصه ديال اليوم. فإذا كانوا يعجبكم حالة القصص وبغيتوا دائما يوصلكم جديد تابوناو وفعلوا الجرس وما تبخلوش عليا بواحد لايك وبواحد تعليق، ونتلاقاو في الفيديو الجاي مع قصة جديدة بإذن الله. وتهلاو ليا في راسكم.